لم يصدق أن بلاده استسلمت وأن الحرب العالمية الثانية انتهت، فظل حوالي 30 عاما ملتزما بمواصلة القتال. هذه قصة ضابط الاستطلاع هيرو أونودا، آخر عسكري ياباني يستسلم بعد الحرب العالمية الثانية. وصل أونودا ضمن مجموعة صغيرة من الجنود اليابانيين إلى جزيرة لوبانغ الواقعة شمال غرب الفلبين عام 1944 لمساعدة الحامية المحلية على تنفيذ أعمال تخريب هناك. وقبل أن تغادر مجموعة أونودا تلقوا تعليمات أنه يمنع عليهم الانتحار وأن مهمتهم قد تستغرق عدة سنوات، لكن ما هو أكيد أن قادتهم سيعودون للبحث عنهم. ما حدث أن القوات الأمريكية وصلت إلى الجزيرة عام 1945 ليقتل الكثير من الجنود اليابانيين بينما فر الباقون. أما أونودا فظل مع 3 من رفاقه المتمرسين في حرب العصابات يقاتلون بعد انتهاء الحرب في جزيرة فلبينية يبلغ طولها 16 ميلا وعرضها 6 أميال لحوالي 30 سنة كاملة. لم يصدق أونودا ورفاقه المنشورات التي كانت تلقيها الطائرات الأمريكية معلنة فيها استسلام اليابان وانتهاء الحرب، واعتبروها دعاية وخدعة ماكرة. عاشوا في أكواخ بنوها من الخيزران، واقتاتوا بسرقة الأرز والأطعمة الأخرى من السكان المحليين، وعانوا من الحرارة الاستوائية ومن الجرذان والبعوض. ومع ذلك حافظوا على زيهم العسكري وبقيت بنادقهم صالحة للاستعمال حتى النهاية. كان الأربعة يعتقدون أنهم ما زالوا في حالة حرب، وبرعوا في الاختباء عن فرق البحث الأمريكية والفلبينية، وظلوا على مر السنين يتبادلون إطلاق النار مع السكان المحليين، وقتلوا حوالي 30 شخصا منهم. في عام 1950 يئس أحد رفاق أونودا فسلم نفسه للقوات الفلبينية قبل أن يعود إلى اليابان، في حين قتل الآخران في اشتباكين عام 1954 و1972، ليظل الضابط العنيد صامدا في مكانه عامين آخرين. ففي عام 1974 وصل إلى أونودا طالب يدعى نوريو سوزوكي، كان يبحث عنه ليقنعه بالعودة، لكن الملازم رفض مصرا على أنه ينتظر الأوامر. ولإقناعه أرسلت إليه الحكومة اليابانية وفدا ضم شقيقه وقائده السابق المتقاعد الذي كان قد أمره بأن يستميت ويواصل القتال. وبعد أن انحنى كل منهما للآخر، تلا الضابط السابق وهو مرتد زيه العسكري وثيقة جاء فيها: هذه الحرب قد انتهت، أعطيك الأمر بوقف القتال. عاد أونودا إلى اليابان واستقبل استقبال الأبطال، لكنه لم يستطع أن يتكيف مع الحياة الجديدة في وطنه، فهاجر إلى البرازيل عام 1975 وامتهن هناك الزراعة. العودة الثانية إلى اليابان كانت في عام 1984، إذ أقام معسكرات لتعليم الشباب مهارات البقاء على قيد الحياة، وعاش متنقلا بين البرازيل ووطنه الأصلي إلى أن وافته المنية في عام 2014 في طوكيو عن عمر ناهز 91 عاما.